السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحة رمضانكم. هذه هي الوصفة تاع الصابلي اللي راني معتمدتها منذ سنوات. يخرج يذوب ذوبان في الفم. مقادير جد مضبوطة، من البيض للفارينة. يجي بزاف هشيش كما راكم تشوفوا، يذوب في اليد قبل الفم. بنة تاع زمان ما شاء الله. وصفة رقم واحد اللي جامي نبدلها. تبعي معايا لا فيديو للاخير. ما كنتيش مشتركة اشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك وصفاتي وجديد فيديوهاتي. راح نتقاسم معكم حلويات العيد 2026 ان شاء الله. ما تنساوش تابونوا لاشين. نجبتها لا فيديو دير جام ونبدو على بركة الله. بعد ما نصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما شفتوني هنا كانت عندي مارغرين 500 غرام قسمتها على 2، يعني راح ندير 250 غرام تاع المارغرين. راح نزيد لها البنات مارغرين تاعكم تكون طريه، ما تكونش في الفريجيدير باش تعاونكم في الخدمه. نزيد لها كاس تاع 220 مليلتر تاع المايزينا نغربله، ونزيد لها نص كاس تاع الزيت. ما راحش ندير كيله بكيله، لانه الزيت كل ما يطول الصابلي تاعه راح يطلق واحد الريحه، ونفضل ندير غير نصف كيله تاع الزيت. ندير لافاني تاعي ونخدم بالباتور. سر الاول اسرار الصابلي باش يجيكم هشيش ويذوب في الفم، هي انكم تخدموا مليح هذيك الزبده والزيت وتطلعوه بيان بالباتور حتى يولي الخليط تاعكم كريمي ويضاعف نوعا ما الحجم تاعه. نزيد البيض هنا البنات عندي 2 صفار و2 حبات بيض كاملين. ها ولا البايات راني قلعتها على جهه، يعني درت 2 صفار. وهنا تاني سر الصفار راح يعطيكم طراوه بزاف للصابلي تاعكم. الا بغيتو الصابلي تاعكم ما يجيش ناشف ويابس، نقصوا كميه بياض البيض لانه هو اللي ينشف الكاطو تاعكم. نخلط مليح حتى يولي الخليط تاعي ابيض ويضاعف الحجم تاعه. نبدا نضيف الفارينه. راني درت لافاني مع البديه نورمالمون مغرف كبيره، ماشي كبيره، صغيره هذيك تاع القهوه، معمره مليح تاع لافاني. الفارينه راح ندير نوعيه مليحه كما راكم تشوفوا. هنا تي 45 خدمت بها. عفوا الكاس الاول هذاك كان عباره على المايزينا نشا، كاس تاع نشا. وهنا ضفت الفارينه، بديت بالكاس الاول. الكاس الثاني كما قلت لكم راح نعطيكم مقادير مضبوطه جدا. وندير كيس تاع خميره كيماويه وزن 10 غرام. الفارينه درنا 2 كيسان. نبدا نخلط هكا حتى تدخل الفارينه تاعي. دائما نقول مبتدئات غربلوا النواشف تاعكم باش يتهوى الصابلي تاعكم. نخلط ما نعجنش، نخلط فقط. ونزيد الكاس الثالث كما راكم تشوفوا معايا. راح نعطيكم بالضبط شحال دخلت لي الفارينه. هنا كي بدا الخليط تاعي يتقل لازم نخدم بيدي، داخل يدي باش نعرف القوام تاع العجينه وما نشفهاش بزاف. الكاس الرابع نضيف غير بشويه. الخطا اللي يديروه بزاف من خواتاتنا انهم يزيدوا فارينه بكميات كبيره ينشفوا الصابلي تاعهم، على بها يجيهم الكاطو يابس ويتشقق لهم تاني ما يجيش شباب. شوفوا مازالت طريه. هنا زدت نصف كاس فقط، يعني 4 كيسان ونص. نضيفها غير بالعقل، ما نعجنش البنات باش ما نحفزش هذاك الجلوتين اللي في الفارينه وتولي لاباط تاعي الاستيكي وما يخرج ويتقلص الحجم تاع الصابلي تاعنا وهو يطيب. هذا ثاني سبب باش الصابلي تاعك يتغير الشكل تاعه ويتقلص الحجم تاعو. يعني انا راني عطيتكم كامل الاسرار باش الصابلي تاعكم يبقى محافظ على الشكل تاعو، ما يتغير شكله، ما يتشقق، ما والو. السر انه ما يتشققش تكونوا خلطتوا بيان الميلونج تاعكم من البدايه، يعني دخلتوا مليح هذاك الزيت في الزبده، ما يتغيرش الحجم تاعو، ما نعجنوش. نجيب لاباط تاعي نقسمها على 2، نحلها بالحلال كيما راكم تشوفوا. نستعين بكيس بلاستيكي. وهنا راني جبت مجموعه من الطوابع كيما نقولوا، اشكال خيرتهم باش نخرج من هاد لاباط 4 اشكال يعني مختلفه. تاني شكل ولا السر انك تطبعي بهذه الطريقه، ما تبقاوش تحركوا في المول تاعكم وانتم تطبعوا. السمك كيما راكم تشوفوا ديروا السمك متوسط، ما ديروهاش خشينه بزاف وما ديروهاش رقيقه بزاف، يعني وسط. هذا هو السمك اللي درته هنايا وخرج لنا ما شاء الله، باسكو رانا دايرين خماره الحلويات لا لوفير شيميك. نحط الصابلي تاعي فوق بابي كويسون كيما راكم تشوفوا.
والباقي تاع العجين نخدمو بهذه الطريقة، نلمو غير بالكيس بلاستيكي ما نعجنوش، نأكد لكم، ونعاود نحله ونعاود نطبعه، ندير مول واحد اخر. في هذا الوقت راني شاعله الفور تاعي على 160 170 اللي ما عندهاش درجه الحراره. ديري النار متوسطه، دائما الكاطو والصابلي تاعك طيبيه على درجه حراره اللي تكون متوسطه، ما نحطوش في الرف التحتاني اللي فوقه، يعني شويه شويه باش ما ينحرقليش وباش يطيب لي على وجه واحد. بعد ما يطيب الصابلي تاعي من التحت اكيد نشعل له من الفوقه ونعطيه تحميره. سر من اسرار صابلي تاعكم باش يجيكم يذوب وما يجيش يابس انكم طيبوه، ما طيبوهش على بياض، بالعكس تحمروه شويه، لانه اذا طاب ابيض هذيك فرينه راح تيبس وراح يولي صابلي يابس. لازم يتحمر شويه باش يجيكم طري. هنا البنات كيما شفتوني هنايا برك عندي بياض البيض هذاك استعملته، درت كيما هكا في بعض الحبات شويه كاوكاو، بياض البيض وشويه كاوكاو، يعني عطيتهم الوجه هذا اللي راكم تشوفوا فيه. فوالا بعد ما طاب الصابلي تاعنا وبرد تماما، لخاطرش لو كان تخدمي به وهو سخون راح يتفتت لك، خليه يبرد معاك. شوفوا كي خرج ما شاء الله، كل حبه كيما اختها، ما تغير الشكل، ما تقلص الحجم، ما جاني مشقق، وجه تاعه ما شاء الله، الشكل تاعه الله يبارك. شوفوا كل حبه كيما اختها. هاد الكميه خرجت لي 80 حبه، يعني كي ندير حبه على حبه عطاتني 40 حبه تاع الصابلي بالكونفيتور. طريقه التزيين ما كاش اسهل منها. نحط الحبات تاعي تاع الصابلي بهذه الطريقه باش تساعدني في التزيين عفوا. هنا استعملت الكونفيتور تاع المشماش، ندير لا كونفيتور تاعي ونبلع الحبات. هنا التزيين الاول انا حطيتكم 4 اقتراحات، درت لهم كيما هكا سكر غلاس، رشيتهم بسكر غلاس من الفوق، ونعمر في بوش ادوي ولا في الكيس الحلواني لا كونفيتور، وندير في الفراغ هذاك. الشكل الثاني كيف كيف نبلع الحبات تاعي بالمربى ولا لا كونفيتور تاع المشماش، ونجيب هنايا شوكولا زدت لها غير شويه زيت على حمام مائي، ونبقى نرش فيها بهذه الطريقه. الشكل الثالث البنات جبت لكم الطريقه تاع امهاتنا زمان كي كانوا يديروا لانوات كوكو في الجنب تاع الصابلي، يخرج ما شاء الله والله مكاش كيما الكاطو تاع بكري، حاجه سامبل وبنينه. والشكل الرابع اكيد درته بالكاوكاو. وهنا كان الصابلي تاعي واجد ما شاء الله كيما تشوفوا. هذه الكميه قطعت لي 40 حبه ب 250 غرام تاع زبده فقط، ما درتش تاع الكيله زيت وكيله زبده، باسكو كي قلت لكم الزيت راح يطغى الكو تاعه مع الوقت على الصابلي. ديروا هذه الوصفه ما شاء الله ناجحه 100%، بنينه بزاف، هشيش كيما راكم تشوفوا، يجي يذوب في اليد قبل الفم. صدقوني وصفه ناجحه مليار، معتمدتها منذ سنوات. نتمنى تجربوها، ونتمنى تجمجموا لي لا فيديو حبيباتي، وتوصلوا لا فيديو اكبر عدد من الاخوات بالبارتاج. اللي مشي مشتركه تشتركي، يشرفني اشتراكاتكم، فرحوني تعليقاتكم، ربي يحفظكم. هكا نكون وصلنا نهاية وصفاتي عن نهار اليوم. فيديو آخر وحلوة أخرى من حلويات عيد 2026 انتظروني حبيباتي. كلكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.